السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متتبعي قناة أمين لتعليم الكروشيه. جيتكم اليوم باش نعلمكم درس جديد بالخيط الحرير على 2. أنا اخترت اللون هذا، وطبعا الكريستال. تقدروا تختاروا الألوان اللي عندكم ولا اللي حابينها. أنا اخترت اللون هذا لأنه يخرج هذا فيه لمعة الغوص كما راكم تلاحظوا، يخرج مع اللون هذا. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي نقولكم اشتركوا فيها وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا نبداو على بركة الله صدر جديد بالكريستال، وإن شاء الله يا رب يعجبكم. وأول حاجة نبداوها طبعا السلاسل. راح نديروا عقدة في الكروشيه كما درت أنا، وراح نخدموا حوالي 20 أو 30 سلسلة، ونعاود نرجع لكم. خدمت 30 سلسلة كما راكم تلاحظوا. هذا الأمام نتاعها راح نخرج. إذا كنت رايحة أنا التقنية هذه وريتها لكم في الصدر الدوغي من قبل. إذا كنتوا راح تديروا الصدر نتاعكم دائري، يعني الأمام والخلف، راح تتبعوا التقنية هذه. راح تدخلوا في أول سلسلة، أنا وريتها لكم من قبل باش السلسلة ما تضركمش. فقط ندخل في أول سلسلة بديتها. إذا دخلت في أول سلسلة أو ثاني سلسلة، دائما ندخل في الثانية، وراح نكمل هكذا، نخليها هكذا معدولة قدامي باش ما تميليش، ورايحة نعاود ندخل الكروشي نتاعي هكذا في السلسلة. لازم تكون وضعية مقابلة، ما تكونش دايرة باش ما تضركمش. بالطريقة هذه لاحظوا السلسلة لازم تكون مقابلة. إذا كنتوا راح تخدموه من الخلف ومن الأمام، وراح تواصلوا طبعا العمل في السلسلة هذه بطريقة عادية. ما راح تخدموا في هذه وخلوها كما راهي، وراح تواصلوا العمل في السلسلة من الجهة هذه، يعني تكملوا تخدموا عادي هكذا. هذا في حالة ما إذا كنتوا راح تخدموه من الأمام للخلف هكذا، وراح تغلقوا في الأخير، تغلقوا عليهم كامل وتصبح عندكم دائرة عادية. ولكن أنا مانيش راح نخدم الأمام والخلف، راح نخدم الأمام نتاعو فقط. أرجو أني واضحة. راح نخدم الأمام فقط. إذن ما نسحقش نغلق السلسلة في الأخير. إذن راح نكمل نواصل نخدم 230 سلسلة، ونعود نرجع لكم من جديد. رجعت لكم بعد ما خدمت 170 سلسلة. إذا كنتي ضعيفة تقدري تخدمي 150 أو 160. أنا علاش قلت لكم 230 بالنسبة للأخوات اللي راح يحبوا يديروه دائري. أنا راح ندير الأمام فقط، و170 تاع وحدة وافية، يعني تكون خشينة شوية. 160 متوسطة. بعد ما تخدميهم راح تزيدي 3 سلاسل اللي هم عبارة عن أول عمود، وبعد ما تزيدي 3 سلاسل تحسبي 1 2 3، وراح تبدأ تخشي في السلسلة الرابعة، وراح تعمري الفراغات السلاسل كامل بأعمدة بلفة. إذن السلاسل كامل نعمروهم بأعمدة بلفة، السلسلة حتى السلسلة بالطريقة هذه. نروح الفراغ اللي بعده مباشرة، ونواصل العملية حتى نكمل السلسلة نتاعي كامل. رجعت لكم بعد ما عمرت كامل بالأعمدة كما راكم تلاحظوا. فقط نقصت 10 سلاسل لأنها جاتني كبيرة. إذن 160. إذن درنا 160. راح نرتفعوا بثلاث سلاسل اللي هما عبارة عن أول عمود في الدور اللي بعده، ونزيد 3 سلاسل أخرى اللي بين العمودين. ثالث سلسلة نعودها هكذا. نحاول نصفي الكاميرا فقط البنات. إذن راح نلف الكروشي، نلف الخيط على الكروشي ونقلب العمل. راح نخلي فراغين ونروح للثالث ونخدم عمود بلفة. نكملوا بنفس الطريقة 3 سلاسل، 1 2 3. نلف لفة على الكروشي، نخلي فراغين ونروح للفراغ الثالث ونخدم فيه عمود بلفة، وهكذا تواصلي مع الدور بأكمله. راح تحصلوا على مربعات. رجعت لكم بعد ما كملتهم كامل كما راكم تلاحظوا. الآن واش راح نديروا؟ راح نرتفعوا بأول عمود طبعا 2 3 بالطريقة هذه. الآن واش راح ديري؟ راح تقلبي العمل نتاعك، وراح تجيبي نزيد نخدم سلسلة واحدة، وتجيبي وحدة حبة كريستال تخليها داخل الكروشيه بالطريقة هذه. نشد الخيط فقط هكذا، وتروحي للفراغ الأول، فراغ هذا، وتخرجي منه الخيط هكذا، وتجبدي داخل حبة الكريستال وتغلقي هكذا،
وتزيدي تخدمي سلسلة واحدة وتلفي الخيط وتخدمي فوق العمود عمود. نحاول فقط نوضح لك. راح تخدمي عمود بلفة فوق العمود بالطريقة هذه هكذا. نزيد نخدم سلسلة واحدة نفس الشيء، نكرر العملية. نخدم ندخل حبة كريستال داخل الكروشيه وندخل داخل الفراغ ونجبد الخيط من داخل حبة الكريستال. نعاود وراح نخدم في كل فراغ حبة كريستال وفوق كل عمود عمود بالطريقة هذه. يعني أمر جد سهل هكذا. لاحظوا معي كيفاش راني نخدم ونجبد، نحاول نجبد. إذا راح نواصل أنا بنفس الطريقة في كل فراغ ندير حبة كريستال وفوق كل عمود عمود. راح يتواصلوا بنفس الطريقة. لاحظوا بين كل حبة كريستال وحبة كريستال كاين عمود. العمود هذا هو اللي راح يشد لنا حبة الكريستال يخليها واقفة. إذا راح نواصلوا بنفس الطريقة حتى نكملوا الدور بأكمله. رجعت لكم بعد ما كملت الدور كما راكم تلاحظوا. ما تخافوش إلا جاكم شريط مستطيل كما هكذا من بعد نعاودوا نسقموه، ما كاش مشكل. يعني المهم واصلوا الخطوات كما راني ندير انا، تبعوني. اذا الان راح نرتفع. ركزوا معايا الدور اللي بعده، لانه العمل هذا تاع الصدر هذا راح يكون نفس الخدمه. الدور هذا والدور اللي راح نخدمه الان راح يتكرر شحال من خطره. اذا راح نرتفع انا سلسلتين او سلسله واحده لانها عباره عن غرزه حشو ونقلب العمل. راح نروح لاحظوا واش حندير. راح نخدم في الفراغ هذا اللي قبل هذه حبة كريستال، نخدم غرزة حشو هنا، غرزة حشو فوق حبة الكريستال مباشرة، وغرزة حشو بعد حبة الكريستال قبل العمود. يعني واضحة البنات؟ إذا 3 غرز حشو في الفراغ. إذا أول غرزة حشو راح تكون فوق العمود مباشرة، ومن بعد نبداو غرزة حشو قبل حبة الكريستال، غرزة حشو فوق حبة الكريستال، وغرزة حشو بعد حبة الكريستال، يعني قبل العمود مباشرة، وهكذا. راح نزيد نكررها هكذا وراح نكمل حتى نكمل الدور بأكمله. رجعت لكم بعد ما كملت الدور إلى الأخير كما تلاحظوا راني من الخلف. الآن راح ترتفعي 3 سلاسل اللي هي عبارة عن أول عمود، وراح تزيدي سلسلة واحدة اللي هي بعد العمود. الآن راح تكرري الشيء اللي خدمتيه في الدور هذا. راح تديري حبة تخدمي حبة كريستال، ولكن وين راح تخدميها؟ لازم تخدميها هنا في الفراغ اللي هنا. كل حبة كريستال فوقها حبة كريستال، وكل عمود فوقه عمود، هكذا باش تفهمي عليا. وراح تديري بعد حبة كريستال تخدمي سلسلة واحدة وتزيدي تخدمي عمود فوق العمود، يعني هكذا تجي فوق العمود وتخدمي عمود. نعاود الصدر هذا الخدمة نتاعو راح تكرري نفس الشيء. يعني هذا هو الأساس تاع الصدر هذا. أنا راح نخدم العمود الآن، نزيد نخدم سلسلة واحدة ونزيد حبة كريستال، وراح نمشي بنفس الطريقة. دور نخدمو فيه الكريستال ودور نخدمو فيه غرز الحشو، ويبقى نفس الحساب. لاحظي وين نخدم حبة الكريستال راح نديرها هنا تقريبا فوق حبة الكريستال، ليس يعني بالضبط يعني، ولكن العمود فوقه عمود وحبة كريستال فوقها حبة كريستال أخرى هكذا، ونزيد سلسلة. إذا أنا راح نخدم عدة أدوار بنفس الطريقة. أدوار كما قلت لكم، دور فيه كريستال ودور فيه غرز الحشو. نخدم عدة أدوار، مانيش عارفة قداش راح نخدم، ولكن عدة أدوار، ممكن 6 ممكن 8. ونعاود نرجع لكم بعد ما نخدم راح يكون عرضه هكذا، ونرجع لكم ونكملوا واش تبقى من الصدر نتاعنا. كما راكم تلاحظوا رجعت لكم بعد ما كملت عدة أدوار. راكم تشوفوا شحال خدمت 8 أدوار، 1 2 3 4 5 6 7 8. أنا نحكي على الكريستال 8، ولكن الأدوار أكثر طبعا. تحسبوا هذو ونحسبوا غرز الحشو، أدوار تاع غرز الحشو. آخر دور خدمته كان غرز حشو، خدمت الدور اللي بالكريستال وبعده الدور اللي بغرز الحشو. دائما كما قلت لكم دور كريستال ودور غرز حشو.
تقدري تعرضيه اكثر من هكذا كما تحبي. اخترت لونين كما راكم تلاحظوا، ما درتوش بلون واحد، ولكن الازرق كان اغلب غالب على الوردي باش يعطيله تحفه ولون. رايحين الان نكمل الدور اللي بعد غرز الحشو. راح نخدم دور نتاع اعمده، راح نخدم فوق كل غرزه حشو نخدم عمود بلفه كما راكم تلاحظوا. راني خادمه غرز الحشو، راح نكملهم الان اعمده بلفه. اذا كما قلت لكم لقيت الخدمه تحلت لي شويه. اذا كما قلت لكم راح نرتفع بثلاث سلاسل اللي هما عباره عن اول عمود في الدور هذا، وراح ندخل في كل فراغ من الغرز الحشو هذو ونخدم عمود بلفه على الدور باكمله. كما قلت لكم البنات اللي حبت تدير العرض تاع السطر نتاعها اكثر من هكذا تقدر تدير 10 او حتى 12 ماكسيموم، ما تفوتيش 12 دور، راح يجي شكله صامت، راح يجي عريض بزاف. اذا هذا الصدر درته تلبية لكثير من الاخوات طلبوا مني صدر كريستال يكون سامبل وحاجة يعني حاجة مليحة. انا فقط حاجة واحدة اللي حبت تديرو تخدم من الامام من الخلف، راح تخدم راح تزيد في عدد السلاسل، وراح ايضا تبدا تخدم بشكل دائري، يعني ما تروحش وترجع كما درت انا، تخدم بشكل دائري هكذا، يعني نفس الطريقة ونفس الحساب نفس كل شيء، لا شيء يتغير، كل شيء بنفس الشيء بنفس الطريقة. إذا أنا راح نواصل نكمل نخدم الأعمدة حتى للأخير ونعاود نتلاقاو من جديد. رجعت لكم بعد ما كملت كما راكم تلاحظوا. الآن واش راح ندير؟ راح نخدم سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نشوف إلى كافيين ولا لا. راح نخلي 3 كما راكم تلاحظوا، ولكن من الخلف. لاحظوا نحسب، ما نحسبش هذه، نحسب 1 2 3 ونروح للرابعة هنا ونخدم غرزة حشو في المنطقة هذه اللي فوق الرابعة، ولكن السلاسل 10 ما يكفونيش، ممكن نديروا 20 سلسلة، نزيد 10 اخرين، 1 2 3 4 5، نزيد نعاول نقيس هكذا باش تعرفي باش السلاسل شحال يجوك. اذا من الافضل 20. اذا 1 2 3 4 5، اذا السلاسل راح نخدموا فيهم 20. اذا راح نحسبوا 1 2 3 ونروحوا للرابعة هنا ونخدموا غرزة حشو في المنطقة هذه، لازم يجوكم بالقيس بالحساب. اذا راح نخدم غرزة حشو هنا وكل مرة نخدم 20 سلسلة ونخلي 3 هكذا بالطريقة هذه كما راكم تلاحظوا. انا جاتني 20 مليحة. نزيد والله من الافضل نخدموا 18، ماناش حابينهم يجوا كبار بزاف، نخدم 18 كل مرة 18 سلسلة ونخلي 3 حبات ونروح للحبة الرابعة ونغلق فيها بغرزة حشو. نكملهم ونرجع لكم. بعد ما كملت السلاسل كامل رايحين نقلبوا العمل ونبداو نعمروا في غرز حشو. راح نخدم 18 الى 20 غرزة حشو ونعاود نرجع نوريكم. راح نعمرها الى النصف ونرجع لكم نوري لكم شو نزيدو نديرو. عمرت 16 غرزة حشو الى النصف تقريبا كما راكم تشوفوا. الان راح ندخل حبة كريستال وراح نغلق نسحب الخيط بالطريقة هذه، نحاول نسحب الخيطين، نعاود نسحبوا الخيط ونثبتوا غرزة الكريستال، حبة الكريستال اسفة نثبتوها. اذا نسحبوا الخيط، والان بعد ما سحبناه بحبة الكريستال راح نغلقوا عليها هكذا، كل مرة يخرج لي خيط واحد. اذا نحاول هكذا نغلق عليها ونروح مباشرة للنصف الثاني من السلسلة كما راكم تلاحظوا، وراح نعمرها ب16 غرزة حشو حتى هنا للأخير. إذا هذا هو الشكل نتاعها. عمرت 16 غرزة حشو من الجهة هذه وخدمت غرزة حشو فوق غرزة الحشو هنا. الآن راح نواصل السلسلة والسلاسل كامل بنفس الطريقة، نكمل ونرجع نوريكم شكل الصدر بعد ما كملناه. إذا هذا هو الشكل النهائي للصدر اللي خدمناه. لاحظوا
اذا حبيتوا تعمروهم هذو ما تخدموش كيما انا سلاسل، حبيتوا ديروهم عباره عن سخابات بخيط كريستال تقدروا ايضا. نتمنى درس اليوم يعجبكم وتجربوه وتنجحوا فيه باذن الله. يعني وريت لكم درس كريستال كما طلبتوا مني البنات بابسط طريقه، ان شاء الله تنجحوا فيه يا رب العالمين. واذا كنتوا اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وفي الاخير نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم، والى الملتقى في درس قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.